بشاميل النهارده بقى مش أي بشاميل، مش عايزة أقول لكم طعمته إزاي ولذاذته وسهولته، يعني بحبة خضار كده موجودين في التلاجة تقدروا تعملوا أحلى صينية بشاميل ممكن تاكلوها في حياتكم بجد بدون مبالغة. قد إيه طعمها جميل جدًا، جدًا ومختلف أوي عن اللي باللحمة المفرومة، مختلف أوي عن طريقة المكرونة البشاميل اللي إحنا متعودين عليها. بُصّوا حبّة خضار كده صغيّرين جدًا، بس بقيمة غذائية عالية جدًا، مدّيين طعم للمكرونة فظيع. دي بقى صينية البشاميل الصيامي اللي أنا ما فيش صيام غير لمّا أعملها كام مرّة كده في الصيام، وطبعًا للناس اللي بتحب الأكلات النباتي دي مناسبة جدًا للناس النباتية، وكمان في الصيام هتنفعكم جدًا. بُصّوا بقى شكلها عامل إزاي، شكلها مغري بجد وطعمها ما فيش أروع من كده. هاقول لكم كل حاجة، بس لو أول مرة بتشوفوني أنا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا المكرونة دي وتعجبكم. حبة الخضار معايا دول، حبة الخضار اللي أنا هستخدمهم دول اللي كانوا موجودين عندي ساعتها. تقدروا تضيفوا أي حاجة تاني انتوا حابينها، حابين تضيفوا مشروم، حابين تضيفوا كوسة، أو زيتون متقطّع شرايح، يعني في خضار كتير ممكن تضيفوه غير دول أو مع دول، يعني براحتكم خالص. بس النهارده كمان أنا مش هاحط فول صويا، وده المهم في وصفة النهارده إن ده بدون فول صويا. أول حاجة معايا المبشورة بتاعتي وهابشر البطاطس. هيكون معايا 5 وحدات كده تقريبًا من البطاطس حجم وسط، و3، 4 برضه وحدات من الجزر حجم وسط مش صغيرين، يكونوا كبار شوية. وهابتدي إن أنا أبشر. ال البشر في الوصفة دي هو مهم، يعني مش هاقطّعها قطع ولا هاقطّعها قطع كبيرة خالص، لأ أنا عايزاها كده مبشورة، هتستوي بسرعة وهتفضل محتفظة بشكلها وبقيمتها وبطعمها وكل حاجة. فالبشر ده أساسي في البطاطس والجزر. الفلفل قطّعته حلقات ما تكونش رفيّعة أوي ولا تخينة أوي، يعني قطّعته حلقات كده مناسبة علشان خاطر برضه ما تختفيش وتدبل جامد وساعة السِوَى وما تكونش باينة. وآدي البصل برضه نفس الحكاية، قطّعته كده حلقات رفيّعة مش تخينة، وبرضه علشان يكون طعم البصل باين والفلفل وكل حاجة، وأي خضار تحطّوه هيكون طعمه واضح وظاهر طبعًا. كده خلّصت الخضار بتاعي، أنا دول اللي استخدمتهم النهارده مع 2 من المرقة زي ما أنتم شايفينهم كده معاكم. حبّة زيت كده في الحلة، وعلى طول أول حاجة هانزل بيها هي البصل. البصل مش هاستناه ياخد لون، هو بس هيدبل سيكة كده ولونه يتغيّر، مش هاستناه ياخد لون خالص، لإن أنا لسه هاقلّب فيه تاني كتير مع باقي الخضار. فهو لوحده كده هادّي له 3، 4 دقايق كده على النار متوسطة مع الزيت. بُصّوا أهو لونه غيّر وابتدى يدبل شوية، هاقلّب فيه كده على بسيط، وبعد كده هابتدي إن أنا أنزل بالخضار بتاعي كلّه، سواء بقى الخضار اللي أنا حطيته النهارده بطاطس وجزر وفلفل، ممكن تضيفوا بقى المشروم زي ما أنا قُلت، الكوسة برضه يكون طعمها حلو مع الخضار ده. كمان الزيتون بيدّي طعم تحفة جوّه المكرونة دي، بس أنا ساعتها ما كانش عندي زيتون شرايح، فما حطيتوش مش مشكلة، بس أنتم لو عندكم حطوه. ده كده الخضار بتاعي، بيتهيأ لكم إن هو كتير شوية في حشوة البشاميل، بس هو لسه هيدبل شوية وحجمه هيقل يعني. أنا بعد ما ضِفت كده بقية الخضار، حطيت فلفل حامي، قطّعت واحدة كده من الفلفل الحامي وحطيتها عليهم. ودلوقتي حطيت المرقة بتاعتي، آدي المكعبين بتوع المرقة كسرتهم كده بإيديّا وهاقلّبهم مع الحشوة كلّها. في الوقت ده بقى تقدروا تضيفوا أي بهارات أنتم حابينها.
بهارات مثلا، بهارات لحمة، 7 بهارات، بابريكا، كاري، يعني أي طعم بقى انتوا حابينه، حابين تضيفوا نكهة معينة للبشاميل تقدروا تحطوها. رشة قرفة بتدي ريحة تحفة. وبس، دي التوابل بسيطة تحطوها، ما تحطوش جامد يعني. بعد ما تقلبوها شوية وتبتدي ان هي تدبل شوية الخضار ويبدأ ان هو يستوي معايا، هنزل بطماطم انا كانت عندي في الفريزر، فحطيتها كده زي ما هي قبل ما تسيح. وبعد ما تسيح 5 دقايق بس بالظبط وخلاص كده. هنا بقى بعمل البشاميل بتاعي. البشاميل بتاعي حطيت 5 كوبايات من المية، عليهم كوباية من الدقيق. ادي 5 كوبايات من المية، حطيت كوباية الدقيق، وهبتدي ان انا اقلبهم بسرعة كده على البارد. الدقيق مش هحطه على المية وهي سخنة، كده على البارد هبتدي ان انا اقلبه. ودي طريقتي في البشاميل، اللي هو بيطلع خفيف وطعمه حلو جدا جدا، ومش هتحسوا بفرق يعني. وهنا حطيت مكعب واحد بس من المرقة، على حسب الكمية بتاعتكم. انا حطيت مكعب واحد من المرقة وضفت بعد كده رشة ملح. هنا حطيت نص كوباية من الكريمر. الكريمر اللي هو المبيض بدل اللبن، بديل اللبن، ده طبعا بيكون صيامي. فهنا بعد ما قلبت الدقيق مع المية، حطيت نص كوباية من الكريمر وقلبتهم وبس دقيقة او دقيقتين، وابتدى ان هو يتقل معايا البشاميل ويديني القوام المطلوب. وطبعا كالعادة، وربنا ما يقطع لي عادة لازم كل فيديو مقطع منه يتشال. فالمقطع بتاع النهاردة اللي اتشال هو وانا بقلب البشاميل كله على بعضه وبحطها في الفرن يعني. اللي حصل ان انا حطيت المكرونة، سلقت كمية المكرونة بتاعتي وقلبت عليها كمية الخلطة اللي انتوا حابينها. وبعد كده حطيت عليهم 3-4 معالق كده من البشاميل، وقلبت المكرونة مع الخلطة مع البشاميل كلها كده مع بعضها. قلبتهم في الصينية دي كده، في نفس الصينية قلبتهم على بعض. وبعد كده سويت الصينية وفردت المكرونة كويس مع الخلطة مع البشاميل. وبعد كده حطيت البشاميل فوق المكرونة بتاعتي، ودخلتها الفرن على حرارة 200 أو 220 لحد ما تاخد اللون الحلو التحفة اللي انتوا شايفينه ده، وخرجتها. وبس كده. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، فظيعة، شكلها مغري جدا سخنة. عايزة اقول لكم ان هي لما بتتاكل سخنة بتبقى تحفة، وبرضو لما بتبرد بتبقى تحفتين. يعني المكرونة النباتي دي او الصيامي دي بتتاكل في كل الاحوال بتبقى رهيبة بجد، هتعجبكم جدا. وجوسي قوي كده من جوه، والخلطة طعمها تحفة. وزي ما قلت تقدروا تكتروا الخلطة او الحشو اللي جوه ده بيدي طعم زيادة فظيع. وبس كده، لحد كده يكون وصفة النهاردة تكون خلصت معايا. لو وصلتوا لحد دلوقتي اعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها هنا على القناة. وتسيبولي طبعا رأيكم في كومنت تحت الفيديو، واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.